بعد كده اتفاجئوا ان شيماء اصلا متوفيه، بس وهما بيكشفوا عليها لاحظوا ان في قطع عند الرقبه، يعني تقريبا حد كان حاول ان هو يعمل كده، يعني ايه، ان هو ينحرها. المهم طبعا على طول المستشفى قدمت بلاغ للجهات المختصه عشان طبعا تحقق في الواقع، لان دي واحده جايه متوفيه. وعلى طول طبعا بداوا ان هم يحققوا في الواقع، وتم القبض على يعني الزوج وكمان حماه شيماء. وطلع طبعا ان الزوج ليه طبعا صحيفه جنائيه ما شاء الله، عنده سوابق بتاع 16 سابقه، وفي نفس الوقت طبعا بسبب اتجار في الممنوعات والحاجات دي اللي انتوا فاهمينها. ولكن بقى اللي انت ما تعرفوش ان الطب الشرعي اكد ان شيماء اصلا ميته بسبب تعاطي مخدر او برشام الترما. تمام. وده طبعا اللي عملها ضيق في التنفس الحاد، وكمان اثر على عضله القلب وتوفت. ولكن اللي ظهر عندها في رقبتها دوت هو فعلا كان قطع في الرقبه، لانها كانت بتحاول قبل كده